الناس كلها بتتلم على شعبان اللي عمال يصوت بعزم ما فيه وبيقول الحقوني الحقوني. انا دخلت لقيت مراتي بالمنظر ده في الصالة. فطبعا بيبقى منظر غريب الشكل لاني شايفين واحدة قدامهم مهشمة الرأس ومتوفية. على طول يبتدوا الجيران يتصلوا بالشرطة، اللي الشرطة بتيجي وبتقول له في ايه، ويرد عليهم ويقول لهم ان هو بيشتغل فترتين في الشغل. يعني بيشتغل الفترة بتاعة النهار وبيرجع العصر علشان يتغدى وبعد كده يبتدي انه يغير هدومه ويروح شغل تاني. وان هو في التوقيت ده كان راجع علشان يتغدى ويغير هدومه عشان يروح الشغل اللي بعده. فلقى مراته مرمية في الصالة بالمنظر ده. تبتدي الشرطة إن هي تعاين كل جزء موجود في البيت، ولكن الحاجة الغريبة إن هم ما يلاقوش أي كسر في الباب ولا يلاقوا أي حاجة. ده زائد كمان إن دهبها والفلوس وكل حاجة موجودة في مكانها. يعني الموضوع ملوش علاقة في السرقة. ده زائد إن اللي دخل كمان كان يعرف سهام اللي هي مرات شعبان، لأن كل حاجة بالمعاينة طبيعية جدا. ويبتدي هنا اللغز، ويكون اللغز محير جدا. مين اللي جه ومين اللي دخلته البيت ومين اللي عمل كده. وفي نفس الوقت برضو الشرطة في التوقيت ده بتحط الزوج برضو انه ممكن يكون هو اللي عمل كده، وبيقول ان جه ولقى مراته بالمنظر ده. فكله بيبقى في علامة استفهام في الوقت ده، الجيران والمعارف والزوج واي حد. لحد ما كاميرات المراقبة تبتدي ان هما تفصل بين كل الاجزاء دي. وكاميرات المراقبة اللي بتبين إن في شخص، الشخص ده مفيش أي حد يعرفه ولا أي حد في العمارة قال إن هو طلع له. فواضح إن الشخص ده هو ده اللي عمل كده في سهام. بس مين الشخص ده ويا ترى هو اللي عمل كده ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه في الأحداث الجاية. سهام بنت عندها 25 سنة، اتعرفت على شعبان، وده عن طريق الشغل الأولاني اللي شعبان كان بيشتغل فيه. شاف إن هي بنت مؤدبة ومحترمة، فابتدى إن هو يستدل على رقم تليفون أبوها علشان يروح يتقدم لها. ولما راح علشان يتقدم لها، الحاجة الغريبة اللي هو لاحظها إن هم قالوا له إن هم يعني يديهم وقت علشان يفكروا. الوقت ده قعد حوالي شهرين، وكل ما يتصل بأبوها يقول له إن هم لسه بيفكروا. والموضوع ده كان علامة استفهام ما بينه وما بين أهله وما بين معارفه. ليه الناس دي بتماطل؟ يعني لو عايزين يقولوا لأ كان زمانهم قالوا اللأ دي. وده بالنسبة لشعبان كان لغز كبير. يعني قعدوا فترة حوالي شهرين علشان يقولوا له إحنا موافقين وتمام، هات أهلك علشان نتمم الموضوع. فالموضوع كان مستغربين منه جدا. ولكن كل الناس بدأت إن هي تفسر الموضوع، يمكن هم مثلا بيسألوا عليه، يمكن إن هم مثلا البنت بتاخد وقتها علشان تبتدي إن هي تقتنع بيه. يعني أخدوا تفسيرات كتيرة جدا. ونظرا إن هو كان شايف إن سهام بنت كويسة وبنت مؤدبة، فاستنى الشهرين وعادي جدا. وطبعا كلكم عايزين تعرفوا العيلة دي قعدت شهرين مستنية إن هي تقول لشعبان رأيها ليه. وده اللي هتعرفوه قدام. وفعلًا ابتدوا إن هم يستدعوا شعبان، وقالوا له إن هم موافقين وقالوا له الطلبات بتاعتهم. وفعلًا هو جاب كل الطلبات وكان جاهز وعنده شقة في مدينة 6 أكتوبر وعنده كل حاجة ومضبّط كل أموره. وده كانت حاجة مخلّية العيلة موافقين عليه ومرحّبين جدًا بالموضوع. هو ما لاحظش ولو 1% إن سهام مش عايزاه. لاحظ عادي إن هي بتتكلم معاه كويس وإن الأمور ماشية تمام. وفعلًا يتمموا الجوازة ويتمموا الفرح وتبتدي إن هي تروح بيت جوزها. ولمّا تروح عند جوزها تبقى الحياة طبيعية جدًا، ولكن الطلبات بتاعتها تكون مُبالغ فيها. ونظرًا إن جوزها يكون عاوز إن هو يرضيها ويجيب لها طلباتها، يبتدي إن هو يدوّر على شغل تاني بعد الضهر. وهي اللي تكون قايلة له إن هو يدوّر على شغل تاني، لإن هي ليها مصاريف وليها طلبات. وعلشان هو عاوز يبقى تمام قدّامها ويجيب لها كل اللي هي عايزاه، فعلًا بيدوّر على شغل تاني وبينزل الشغل تاني. الحاجة اللي هو كان مستغربها إن هو ما بيقعدش معاها كتير. يعني بينزل من 7 الصبح مثلًا بيرجع حوالي الساعة 3 العصر. بيقعد ساعة معاها في البيت وبعد كده بينزل تاني الشغل التاني، وبيرجع مثلًا الساعة 21:00 بالليل. فطبعًا الوقت اللي هو بيرجعه ده بيبقى وقت قليل جدًا، ما بيقدرش إن هو يقعد معاها. ورغم كده هي ما كانتش بتشتكي نهائي، وكانت مرحّبة جدًا إن هو يروح الشغل التاني. وإن هو عرض عليها إن هو يبطّل يروح الشغل التاني عشان يقعد معاها، ولكن هي رفضت. وقالت له إن قدّام ربنا هيرزقهم بأولاد وهيبقوا محتاجين فلوس ومحتاجين إن هم يشيلوا قرش للزمن، وإن هو يشتغل دلوقتي وهو صغير أحسن.
وكل ده والأمور طبيعية جدًا بينهم، ونيجي بقى لليوم المشؤوم اللي حصلت فيه الحادثة، واليوم ده هم ما كانوش عارفين مين اللي إيه اللي حصل بالضبط، غير الشخص المجهول اللي كل العمارة قالوا إن ما فيش أي حد يعرفه، فابتدوا إن هم ياخدوا الصورة بتاعة الشخص ده ويوروها لكل عيلة سهام، وبنت عم سهام بتقول إن هي تعرف الشخص ده، فيبتدي الشرطة يقولوا لها إن هي تعرفه منين، فقالت إن سهام كانت على علاقة بالشخص ده من قبل الجواز، وإن كمان إن هو راح واتقدم لعيلتها وعيلتها رفضته. ولمّا رجعوا لأبوها وأمها وقالوا لهم إن هم وروهم الصورة، ولكن هم ما قالوش إن هم يعرفوا الشخص ده، ردوا وقالوا إن هم يعني شكله في الصورة ما كانوش مركّزين فيه، لإن هم ما شافوهوش إلا مرّة واحدة لمّا جه علشان يتقدّم لها، والسبب إن هم رفضوه إن إمكانياته كانت قليلة جدًا، وإن هو ما يقدرش إن هو يفتح بيت، وعلشان كده هم رفضوه، والشرطة تبتدي إن هي تقبض على الشخص ده. اللي هيحل لنا كل الألغاز اللي واقفة معانا من أول الحلقة، وأول لغز لمّا يبتدوا إن هم يقولوا له إن أنت كنت عند سهام في اليوم ده، ويرد عليهم ويقول لهم إن هو ما كانش معاها، وإن هو ما يعرفش حاجة عليها من ساعة ما اتجوزت، وطبعًا الإنكار ده لا يفيد بتًا، لإني الكاميرا جايباه وجايبة كمان التوقيت اللي هو كان موجود فيه، والتوقيت كمان اللي نزل فيه، اللي كان متوتر جدًا. فابتدى إن هو يعترف بكل حاجة قصاد إن هو خلاص بقى مكشوف في الليلة دي، وقال إن هو كان على علاقة بسهام من قبل الجواز، وإنه اتقدم لها واترفض، وبعد كده لما جه شعبان وأهلها شافوه إن هو إمكانياته مساعدة وكويسة وافقوا عليه، ولكن سهام ما كانتش موافقة عليه خالص، وإن هم قعدوا فترة الشهرين دول علشان يردوا على شعبان كانوا بيقنعوا في سهام إن هي توافق. لإن هي كانت رافضاه تمامًا، وقعدوا الشهرين دول يقنعوا فيها إن هي توافق، لحد ما فعلًا وصلوا إن هي وافقت، وإن هي قابلته قبل الجواز، وقالت له إن هو ما لوش ذنب في موضوع إن أهلها رفضوه، وإنه عمل اللي عليه وجه اتقدم لها، وإن هي هتبقى معاه زي ما هتبقى مع جوزها بالضبط بعد الجواز. وفعلًا ده اللي حصل، إن بعد أمّا اتجوزوا وابتدت إنها تقنع جوزها إن يروح وردية تانية، خلال الوردية التانية دي حوالي 3 مرات في الأسبوع كان بيطلع وبيقعد معاها وبيعاشرها معاشرة الأزواج، والدنيا كانت تمام جدًا بينهم، لحد في يوم من الأيام اللي هو حصلت فيه الحادثة، كانوا قاعدين مع بعض، وبدأت إن هي تسأله هو يعرف بنات غيرها، هي شاكة إن هو يعرف بنات غيرها، فبدأ إن هو يقول لها زي ما أنتِ على علاقة بجوزِك وجوزِك علاقتِك بيه تمام التمام، أنا كمان من حقي إن أنا يبقى لي علاقات مع ناس تانية. طبعًا تبتدي إنها تتخانق معاه وتقول له: "أنت مش مقدّر التضحية اللي أنا فيها، ومش مقدّر إن أنا باعمل كده وباخون جوزي علشانك، وإن أنت كمان تعرف بنات تانية، ده أنت المفروض إن أنت تبقى مكرّس لي كل وقتك." ويبتدي الموضوع يوصل لمرحلة غيرة شديدة جدًا، لدرجة إن هو يقول لها: "ما لكيش دعوة، وأنا أعرف البنات اللي أعرفها، وأنتِ عايزة تعرفيني عرفيني، ومش عايزة تعرفيني أنتِ حُرّة." تبتدي تجري على المطبخ وتجيب آلة حادة، وتبقى عايزة إن هي تطعنه بالآلة الحادة دي. ويلاقي جنبه رجل كرسي مكسورة، ويدافع عن نفسه، ويقوم ماسك الرجل الكرسي وضاربها أول ضربة عند دماغها، فطبعًا بتبتدي إنها تفقد الاتزان وتقع في الأرض، ويدّيها كذا ضربة كمان عند دماغها، ويمسك الآلة الحادة ويبتدي إن هو كان عايز يطعنها، ولكن يبتدي إن هو يضربها في الأرض، ولكن الضربة اللي ضربها لها في الأرض دي كانت ناحية ودانها، فقطعت حتة من ودانها، وبعد أمّا عمل كل ده راح سابها في مكانها ومشي ولا أكنه عمل حاجة، وقال إن اللي هيتدبّس في الموضوع هو جوزها، وإن هو ما حدش يعرف عنه حاجة. وطبعًا جوزها كان مصدوم جدًا باللي هو بيسمعه، لإن هُم ما كانوش متجوزين إلا حوالي سَنة، وفي خلال السَنة دي هي كانت مع الشاب التاني يمكن من أول يوم جواز، وجوزها اللي هو ابتدى إنه ينزل شغل تاني علشان يرضيها، وهي اللي كانت بتدفعه للشغل ده. وطبعًا أنا عايزة رأيكم في الموضوع ده، لإن خصوصًا إن كل الناس عمّالة تقول إن دي حالة نفسية خلّتها إن هي تعمل الكلام ده بناءً على إن أهلها رفضوا الشاب ده، وطبعًا أنا مش مقتنعة بالكلام ده، بس عايزاكم تخشوا في التعليقات وتكتبوا لي آرائكم، خصوصًا إن جوزها رفض إنه يستلم الجثمان بتاعها، وقال إن هي استحالة بالوضع اللي هي عملته ده تتدفن في مدافن العيلة، وبالفعل أهلها هم اللي استلموا الجثمان ودفنوه في مدافن العيلة عندهم. وطبعًا أنا شايفة جوزها عنده حق في كل اللي هو عمله،
وعايزاكم إن أنتم تكتبوا لي في آرائكم في التعليقات، أنتم شايفين الذوق في المرحلة دي كان على حق والّا لأ؟ وبنختم كلامنا بدعائنا اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض علينا.